تعالوا نعرف بلدنا الجميلة في كل مواقعها، سواء كان في الجنوب، في الشمال، في الشرق، في الغرب، بداية من أسوان حتى يعني مطروح ورفح. عندنا في كل بقعة من بقاع مصر يا إما أثر أو شاطئ جميل أو مكان متنزه، شكل أو منظر طبيعي ممكن نستمتع بيه. ده اللي هنتعرف على المبادرة اللي أطلقتها ندى عبد العزيز سيد وكمان مجموعة من صحابها. صباح الخير يا ندى. صباح النور، ازيك؟ ندى، انت يعني يمكن تخصصك الجغرافيا، نضح عليكي شويه اه. وطبع عليكي وخلاكي تقترحي مبادره يلا بينا نتعرف على مصر. يمكن المبادره هي مش جديده قوي، لان في عندنا اعرف بلدك وعندنا مبادرات تانية. قولي لنا تفاصيل المبادره الخاصه بيكي والنقاط اللي انت بتتميزوا بيها عن حد تاني. الأول، المبادرة اسمها تعالوا نعرف مصر. تعالوا نعرف مصر، أنا بشبهها زي أي مبادرة موجودة زي ما حضرتك قلتي، منتشرة في السياحة وتنشيط السياحة الداخلية ومعرفة البلد. بس ده بيفرق الهدف من المبادرة. المبادرة هدف ثقافي أكتر شوية، إن الناس تعرف بلدها بشكل مختلف يعني. احنا بنطلع رحلة نهزر ونضحك ونتصور ونعمل حاجة، بس الميشن الأساسية أو المهمة الأساسية إن الناس تعرف المكان ده إيه، ليه، وازاي اتعمل، وفين مكانه من موقعه على الخريطة بمعنى أصح. انت عملتي المبادره من خلال صفحه على الانترنت الاول، وبعدين انت كم الانتشار اللي انت وصلتي له بقى؟ يعني بداتي على الارض ازاي؟ انا اول ما عملت الجروب، انا الفكره اوريدي كانت عندي من قبل الجروب بسنتين. بس كل شويه اقول لا، لسه شويه محتاجه شويه خبره، لغايه ما خدت القرار في شهر 4 2014. لغايه 2016 انتشرت الحمد لله على نطاق واسع. من حيث الرحلات، عدد الرحلات الحمد لله اكتر من 60 رحله لغايه دلوقتي، ما بين محميات طبيعيه، ما بين شوارع، ما بين مناطق داخل القاهره وخارج القاهره. تعرفوا على بعض ازاي بقى يعني؟ عن طريق الفيسبوك، هو الجروب على الفيسبوك، والايفنت بتنزل برضو على الفيسبوك. كل تفاصيل الرحله بتنزل على الايفنت. البرنامج نفسه بينزل كله على الايفنت، وبتبقى مشاركه جيده، مش بس مشاركه للمكان، لا، مشاركه للناس كمان. تعرفت على ناس كتير جدا عن طريق الجروب ده. طيب خلينا بقى نعرف تفاصيل اكتر. بتنظمي الرحله ازاي؟ بتشتركي مع بعض الجهات؟ مين كمان بيدعمك؟ بصي، هو الدعم الاول وفي الاخر هو دعم شخصي ودعم نفسي من تجاه الناس. انا بصراحه بشكر كل شخص في الجروب خارج الجروب كمان، ان هو شجعني ودعمني في الفتره دي كلها، وقت ما الجروب الحمد لله كبر بهذا الشكل. الدعم عددكم كام على الجروب دلوقتي حوالي 4000. جميل. الحمد لله. وفي زياده كمان الحمد لله. الناس كلها عايزه تسافر، والناس كلها عايزه تعرف بلدها، بس بيبقوا دايما حته الكسل شويه. احنا بنحاول نقول للناس لا، ما تكسلش. ولا الفلوس؟ بصي، هو الموضوع بالنسبه لي انا كندى كجروب تعالوا نعرف مصر، الموضوع مش مادي، فبالتالي هو بيطلع الرحله اكنه بل بالعكس، هو بالنسبه له حسابها هيلاقيها ارخص كمان. ان انت لما انت لو خرجتي قعدتي في مكان، او خرجتي اساسا رحتي المكان ده لوحدك، شوفي مواصلات اساسا قد ايه. صحيح. فاحنا بحاول ان انا اعمل كل ده بثمن رمزي للرحله. طب قولي لي بقى، اول رحله خططت لها ازاي وكانت فين؟ اوكي. هو في الاول زي ما قلت لحضرتك، انا الاول كان عندي رؤيه ان محميتها طبيعيه. احنا عندنا في مصر حوالي 30 محميه طبيعيه. صحيح. داخل متفرقه القاهره على كل وخارج القاهره وفي الجنوب وفي الواحات والحدود. انا اول ما يعني بحكم شغلي، وبحكم ان انا بحب اطلع كتير على المكان اللي انا ببقى فيه، فقعدت اقرا عن المحميات الطبيعيه. فقلت طب ليه ما ابتديش ان احنا نعمل رحله للمحميات الطبيعيه؟ وكانت وادي دجله اول رحله. الحمد لله كانت رحله جميله جدا. في المعادي؟ في المعادي، مش بس مره. وادي دجله دي انا كررتها مثلا 4 مرات، بكل مره بجروب مختلف. بتعملي بقى الميزانيه ازاي؟ يعني في الاول خالص انت لسه جديده في الموضوع، محتاجه ان انت تفكري مع شركه سياحه، او تفكري في المواصلات، او تفكري لو في تيكت. اعتقد ممكن المحميه مش هتكون في ده. بتفكري كمان انت بتعملي جوله استطلاعيه في البدايه؟ انا الحمد لله ببقى قاريه اكتر عن المكان، قاريه جدا. وبحكم زي ما حضرتك قلتي دراستي جغرافيه، فالجغرافيين دايما عندهم حس الاستكشافي عالي شويه، فلازم يعرف هو فين ورايح فين. المحميات الطبيعيه، عايز اقول لحضرتك بالمناسبه، انا بشكر وزاره البيئه جدا 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 على كميه الدعم اللي بيدعموه للشباب. احنا معانا صور هي دي محميه، دي سيوه، هي محميه برضو، محميه طبيعيه. ودي رحله كانت رائعه، رحله سيوه، ورانا جبل الموتى. خرجتي بعدتي بقى شويه؟ بعدت
بتاخدي ده اتوبيس، طبعا. اتوبيس. دي عزبة تونس، في ورانا بحيرة فيوم. قارون، في فيوم. ودي ورانا بحيرة قارون. انا شايفه دير سمعان البنات خراز. مكتسحه. اه لا، في كمان شباب وبنات عادي. ده مم. دير سمعان في المقطم. في المقطم ده برضو ده فوق بيت الفخار. مشهورة طبعا عزبة تونس بالفخار. بالظبط. من اقدم المدن القرى. الالوان انا بنبهر من الالوان. الوانهم رائعه، سواء في تونس، في النوبه، يعني الالوان اللي بتشدني دايما الالوان. قصه الولد دي قصه انا انتوا عايزة بتختلطوا احكيها. كمان. الولد ده اسمه ايمن. اول لما جيت اصور الصوره دي، ده انا دايما بمسك كده الورقه بتاعت تعالوا نعرف مصر وصورها في كل مكان، زي مثلا ايه ختم ان انا جيت زرت المكان ده. فقصه ايمن دي قصه بسيطه كده عايزه احكيها بس سريعا. ايمن كنت واقفه بصور، كنت مستنيه، كان معايا صحابي اجانب بس هم كانوا مش معايا في الوقت ده، فقلت انا هستغل الوقت واروح البيت السيوي. وانا قاعده لقيت ايمن ده جاي عليا، وهو انا بتكلم وعمال اقول له اسمك ايه اسمك إيه؟ مش فاهمني ولا انا يعني هو باصص لي بس مش فاهمني. فانا كان معايا كتاب كده عن سيوه. هم بيتكلموا هناك اللغه الامازيغيه. بعض القبائل بس بالظبط، مش كلهم مش كلهم، بس الجيل الجديد بيعلموه دايما، ده البيزك بتاعهم الاساسي الامازيغي. فانا لما قعدت اتكلم معاه هو مش فاهمني، فطلعت الكتاب بقيت اترجم. مش فاهم عربي خالص؟ مش فاهم عربي. ترجمت له اسمك ايه، معايا بقى الكتاب اسمك ايه بالامازيغي. فلما بدات اقول حاجه بالامازيغي هو بدا يفهمني. فحصل حوار سريع كده. هي دي ثقافه. صحيح. لو ما كنتش عارفه هو ما بيتكلمش عربي، انا كنت هفتكره مثلا ان هو ما بيردش على حد. لكن انا عشان عارفه ان هو امازيغي، اللي هم البربر شمال افريقيا، اللي جايين من شمال افريقيا. الامازيغ المصريين بالظبط، بس هي الامازيغ المصريين او بعض القبائل الامازيغيه داخل سيوه. بالظبط. فلا كانت ايمن ده كان جميل قوي يعني، حتى ملامحه ملامح مصريه جميله. فقلت له لا امسك بقى الورقه بيستمر. عرفت بيستمر لغايه سنه كام؟ ما بعد كده بيعلموه العربي؟ ما حاولتش انا يعني، ما سالتش في الموضوع ده، بس في مدارس هناك بتعلم. انت بتعرفي العادات يعني بتتداخلي مع العادات والتقاليد ولا بتزوروا المكان بس؟ لا طبعا، انا فكره الجروب هي دي اللي قلت لحضرتك عليها في الاول، ان تعالوا نعرف مصر مش بس مكان. احنا مكان وشخصيات. انا بروح هناك يبقى في مجتمع تعالوا نعرف مصر بمعنى اصح. يبقى اللي بروح لسيوه في علاقه بعد كده بتحصل ما بيننا وما بينهم، ما بتقطعش العلاقه بمجرد الرحله ما بتخلص. بتحاولي بقى ان انت وانت هناك بتولدي العلاقه دي. طبعا هم كمان شعب طيب جدا عموما، مش سيوه بس، كل الشعوب، النوبه، الواحات عموما. خلينا نقول كل اهالينا في مصر. كل اهالينا في مصر. كل اهالينا في مصر. كل اهالينا في مصر. انا ده اللي انا قصدي عليه، ان احنا عشان ده اللي فكرت فيه. كل ما تبعد بره القاهره بره الجيزه وتعرف الاصول المصريه الاصيله، هتعرف قد ايه ان بلدنا دي بلد رائعه رائعه رائعه. صحيح صحيح. خلينا اقف عند رحله سيوه، وتكلفت كام تقريبا الفرد؟ عشان لو احنا عايزين بقى نكررها ونعلم. بس قبل ما اقول لحضرتك، دي كنا في قلعه صلاح الدين الايوبي. ناس كتير بتبقى فاكره قلعه صلاح الدين الايوبي بس ان هي هنا في مصر، لا دي في طابه. الصوره دي كنا في طابه. رجوعا لسيوه، سيوه تكلفتها بكل المزارات بالاقامه بكل حاجه كانت حوالي 850 جنيه مثلا. مين اللي بيدعمك بقى يعني؟ فين بقى؟ دي طبعا الفنان محمد عبله، وده بيت كريكاتير. ودي صوره دي لقسم اللغه الانجليزيه ده بجامعه القاهره. كانت رحله رائعه حقيقي، وبحب اشكر كل الاساتذه في هذا القسم. هم اللي تواصلوا معاكي؟ تواصلوا معايا يعني، بصراحه كان تشجيع رائع وانا بحييهم. طبعا لان هم ثقه كبيره جدا، وانا بصراحه ممتنه ليهم امتنان كبير. دي كنا في معبد ابو سمبل، وكنا شفنا التعامد. وبالمناسبه في يوم التعامد على فكره، انا عشان انا كنت هناك، هو كان في تعامد، ولكن الشمس كان في بعض الغيوم وبعض التراب كان عليها، ما كانتش باين قوي، بس كان في تعامد. لما دخلنا الاوضه بتاعه رمسيس الثاني كان فعلا الاضاءه كان جايه. الاضاءه فعلا كانت جايه على التمثيل. هو الموسم الاخير ده اللي صار عليه جدل كبير. لا ما هو عشان احنا طالما كنا في المكان نقول بقى زي ما شفنا. لا بس هي زي ما قلت لحضرتك، هي كل الفكره ان الناس لما تعرف بلدها بشكل مختلف بترجع من الرحله. انا بس عايزه اقول على ابو سمبل حاجه، ان ابو سمبل بتبعد ساعه طيران عن اسوان. بالظبط. فانتوا ما وقفتوش عند اي مكان. رحله النوبه كانت رحله رائعه، دي لازم كل سنه اعملها. رحنا معبد فيلة، رحنا معبد ابو سمبل. كده عملت شركه سياحه بقى. هي شركه سياحه ثقافيه. شركه سياحه مش مقصود منها الربح المادي. بتقدري ازاي تظبطي العدد، الجروب، الحجوزات، الفنادق؟
يعني تفاصيل كتيره جدا، لازم حد يبقى يكون اشتغل في السياحه فتره علشان ان هو يقدر ان هو يظبط الاكل. انت بتكوني مسؤوله، الجروبات تقريبا عددها كام؟ انا ما بزودش عن 30، ما بحبش الجروب يبقى كبير. انا من مم. الناس اللي بفضل دايما الجروب ما يبقاش كبير، وممكن اعيد الرحله مره واثنين وثلاثه. يعني مثلا الناس اللي بتطلع 60 فرد انا عندي استعداد اطلع مرتين او 3 مرات. جميل. كل ما الجروب يبقى انت بتطلعي كأنك اسره. احنا بنرجع من الرحله، صحيح. يعني انت مثلا بتبقي رايحه مش عارفه حد، وانا اغلبيه الناس ما ببقاش عارفاهم. لما بنرجع من الرحله العلاقه بتفضل متواصله، بنبقى اصحاب على طول. ففكره ان انا اظبط ازاي، في رحلات سنويه معموله عندي، سيوه، النوبه، راس شيطان، اماكن تانية مختلفه. انت ما حاولتيش تتواصلي مع وزاره السياحه؟ يعني انا بقول لوزاره السياحه جرس كده في تجربه، بنت جميله صغنونه قدرت ان هي تجمع 4000 وطلعتي 60 رحله. الحمد لله. ده بدون دعايه وبدون مئات الالوف من الدعايه ويعني اعتقد ان هي اختصرت حاجات كتيره جدا. وكنت فاكره في الاول ان ممكن انت هتكوني في الاماكن القريبه، لا ده انت رحت ابو سمبل، رحت راس شيطان، رحنا رشيد، رحله رشيد برضو كنت عايزه اقول لحضرتك عليها سريعا. رحت رشيد رشيد. مدينه طب قولي التاريخ. رشيد بقى. لا رشيد دي مدينه رائعه، يعني انا بصراحه من الاماكن اللي بروح هناك يعني بقعد افكر. انا دايما من الناس لما بروح مكان اسرح بخيالي لورا، هي التاريخ كما يجب ان يكون فعلا. ارجع اقول لحضرتك ان ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. سعيده برشيد لان انا من رشيد. لا بجد جميله جميله. قلعه قايتباي هناك برضو، في قلعه قايتباي. كتير يقول لك اسكندريه، لا في قلعه قايتباي في رشيد. بوغاز رشيد، اللينك اللي بين او الفتحه اللي بين. طلعتي ابو مندور؟ نار طبعا دخلت ده صليت كمان فيه جامع مندور. الفتحه ما بين النيل والبحر ده اسمه بوغاز. رحنا ايه تاني؟ كان نفسي ادخل زغلول، مسجد زغلول، بس مع الاسف كان في الترميم. ان شاء الله ربنا يعيده بالسلامه بقى. لا ومتحف رشيد رائع 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 رائع. عدد من البيوت 23 منزل اثري بالظبط. كمان. هي مدينه مفتوحه، نتمنى ان هي ثالث مدينه على مستوى الاثار مدينه الاسلاميه التاريخ فعلا. فان شاء الله. لا انا بحييكي على التنوع الكبير. قولي لي بقى نقطه التواصل ما بينك وما بين وزاره السياحه، ما فيش؟ انت ما بداتيش المبادره؟ ما بداتش لاني يعني ما جاتش في بالي. ممكن شويه ولا ممكن خايفه من لا مش خايفه. من قلت الروتين؟ كل لما تبقى العمليه الخبره تزيد، التنظيم يزيد اكتر، انت فرصتك ان انت تعرضي بقى اكتر. انا قصدي ان هم عندهم كثير جدا من المقترحات في تخفيضات. ليه ما حاولتيش ان تدخلي جروباتك في سكه التخفيضات دي؟ يمكن لما اطلع معاهم مره واجرب اشوف تفكيرهم هل زي تفكيري، ساعتها اقرر. هي اللي هتقيمكم. انا عاجبني الثقه. لا بصراحه انا مش هكذب عليكي واقول لك لا انا طبعا والله ده تفكير جيد. يعني خلينا مكان الزبون. لو احنا اتعاملنا ان ده خلاص زبون في السياحه، دايما اتكلمت على حق. فخلينا بقى نشوف. هي قالت اقيم التجربه واقيم تفكيرهم. مش بس كده، بصي كل واحد ليه طريقه فكر زي ما حضرتك قلتي. انت مثلا في برامج التوك شو كتير جدا بتختاري برنامج التوك شو بتاعك على اي اساس؟ انا بختاره على اساس مثلا المذيع، طريقه الضيف اللي بيجيبوه، الاعداد. فليه في دي ما فيهاش اختلاف خالص. شايفه لو انت قيمتي بقى وزاره السياحه هي ليه مش واصله للناس؟ انت جروب على الفيسبوك وصلتي لشريحه معينه، اعتقد ان انتوا كلكم شباب. فكرك ايه الخلل اللي عند وزاره السياحه اللي هي مش قادره توصل؟ بتعمل عروض كتيره، واعتقد ان في مؤخرا يعني عرض، يعني ان شاء الله لو خرج لنور يبقى هايل مع وزاره الطيران. الخلل فين؟ بما انك انت على الارض بقى وخلاص انت بتعملي رحلات. ممكن الاماكن اللي هم بيعملوها، يعني هم ما بيطلعوش بره القالب. بمعنى ما بيروحوش الاماكن اللي فعلا احنا بننزل نروحها. دهب مثلا، راس شيطان. انا اتحدى ان وزاره السياحه تكون رايحه راس شيطان. لا ما اعتقدش ان هي تكون رايحه نويبع. الجزء بتاع نويبع ده بالذات ده مع الاسف. لا بس فيها دايما رحلات نويبع دهب بس واماكن معينه، برامج معينه ستاندرد. لا انت كل ما تكتشفي كل ما هتحبي. فانا من هنا بقول لهم انا ممكن انا سعيده جدا ان انا معاهم، ان احنا نطور. التطوير ده شيء مهم جدا. انت زي ما يكون عندك حاجه اساسيه تطوري. صحيح. فهتلاقي ان الاقبال اكبر. خاصه ان انت قلتي معلومه ان الفئه اللي انت خططتيها ما كانش عندهم المشكله الماديه هي السبب. لا خالص، احنا دايما عندنا نقول ان احنا مش هنسافر بسبب ان ما فيش باكج ماني معانا للسفر. بل بالعكس، هم في الاخر لما بيرجعوا من الرحله بيقولوا احنا حسينا ان احنا يعني عملنا حاجات كتير. انا كل هدفي في الرحله ان الناس ترجع من الرحله بكل امانه، يشوفوا الصور اللي هم تصوروها في اماكن مختلفه يقولوا يا احنا عملنا كل ده. طبعا انا هنا بقول لهم انا عارفه ان انا بضغطكم وفرهده وكل حاجه، بس الهدف في الاخر ان انا بشوف سعاده غير تعملي رحله ثقافيه يعني ثقافيه ترفيهيه. بصي ثقافيه ترفيهيه فرهده،
اجتماعيه. اول مره بتروحيه بتنسقي الاكل والاقامه ازاي؟ ما هو حسب المكان. انا مثلا تاخدي الأكل معاكي من القاهرة؟ لا اغلبيه الاماكن اللي بتبقى بره القاهره لازم اروح قبل ما الرحله اعملها، اروح انا بنفسي. لازم تروحي حتى طبعا. لو هي بعيده. ما هي سيوه انا عملت كده، كان معايا اصحابي هم، بس هم كانوا المان، بس احنا سبتهم شويه بنكتشف مع بعض، بس كنت بشوف نفس الوقت انا رايحه المهم معين، خلصت الحاجه بتاعتي في نفس الوقت اشوف المزارات كمان. بتعملي اتفاقات مع المطاعم مع الفنادق؟ يعني انا ينفع اقول اسامي اماكن ولا لا ما ينفعش للاسف. في مكان في سيوه رائع، ده اللي بنزل فيه دايما، وده معروف كمان ان شاء الله، بحط على الجروب. انت لما بتروحي فندق مش بتشيلي هم اكل. ده صحيح، خلاص انت عارفه ما دام عملتي ديل في الفندق، الديل بتاعك خلاص. هم كده الناس بس تبقى لازم تخرج من فكره ان انا عشان اروح سيوه اجيب الاكل معايا، لا هم الناس هناك بالعكس انت بتاكلي اكل سيوي. ما هو انت بقى صحيح، انت الواحات ده بتاكلي اكلهم، النوبه بتاكلي اكلهم، راس شيطان برضو هكذا ليهم وجبات معينه، المشروبات، الشاي، مش فاكره ان القهوه النوبي دي كانت اسمها ايه، مش الايه، القهوه النوبي كان في حاجه كده. انت بتعيشي الحاله كامله. طبعا، ما هو انت بترجعي انت انا بصي انا بخلي الناس تفصل يا جماعه. انا واحده بشتغل رحله كام يوم؟ بصي النوبه كانت 4 ايام. الناس طبعا دايما يقولوا لي قليل. راس شيطان 3، سيوه هكذا 3 ايام افتكر، يعني ده غير المواصلات، يعني سيوه 12 ساعه، وان شاء الله الطريق الجديد ده لما يتعمل هيسهل علينا كتير كتير، وهيدعم سيوه بشكل كبير جدا جدا جدا، والواحات كلها. بس فانا كنت كمان انا مش عارفه كنت بقول مين بيساعدك؟ مين بقى الأذرع اللي هي ورا ندى ودايما بتكون هي اللي بتخطط معاها لما بتحب تصدقيني هقول لك، هتصدقيني قلت لك مفيش حد؟ لا هصدقك، لان احيانا بس بلجأ لافكار معينه، يعني في ناس انا بحب افكارهم جدا وبحسها زيي بالظبط، فبلجأ لهم ايه رايكم طب ازود طبعا. يعني انا في رحله نوبه السنه اللي فاتت ما رحناش جزيره هيصه، السنه دي رحنا هيصه رائعه. كل سنه بحاول ان انا انوع ادخل حاجه، بس طبعا بقى ايه رايكم في دي؟ طب ايه اللي انت شايفاه غلط في منظومه السياحه؟ يعني مش بقى في وزاره السياحه، لا في المنظومه، في المدن، اللي انت حابه ان هو يكون موجود بحيث ان احنا ندعمه اكتر؟ الدعم الاعلامي. نفسي الناس الافلام الوثائقيه، بس احنا عندنا يعني الافلام الوثائقيه مجموعه برامج سياحيه كتيره جدا، بس ما بيعملوش برضو في الاماكن اللي محتاجه تتعمل، مثلا زي مرسى علم. مرسى علم محميه وادي الجمال، مش ممكن لا تتخيلي حضرتك مالديف مصر، يعني دي انا بقول عليها مالديف، انا كنت لسه هناك ولسه راجعه. فمش بس مرسى علم، كل الاماكن انت لو رحتي اي مكان هتلاقي فيه حاجه كده، ازاي ده مش معروف، ازاي ده كهف وادي صنور في بني سويف ده من الكهوف زي بالظبط في بنسلفانيا نفس الكهف ده. ندى يعني انا سعيده ان انا كنت معاكي النهارده، نورتينا، وان شاء الله بالتوفيق، ونلاقي ان شاء الله يعني على الجروب عندك 40 مليون. ميرسي لحضرتك 4000 بس. ميرسي لحضرتك جدا. مبادره جميله، يلا نعرف بلدنا، او تعالوا نعرف بلدنا بشكل مختلف. نجحت من خلال، بداتي بالجروب بكام واحد؟ كانت اول مثلا نقول عدد كان 500. من 500 بدات ب 500، طموحاتها عاليه. ل 4000 عندها 60 رحله. اعتقد ان ده يعني نجاح على مستوى سنتين ان شاء الله، بتجارب كتيره ومبادرات كتيره من الشباب ممكن ان هي تغير شكل بلدنا. نتمنى ان كمان من خبراء السياحه ووزراء السياحه او العاملين في قطاع السياحه يستقوا من افكار الشباب، ومش عيب ان احنا نسمع تجاربهم ازاي نجحت من اجل التسويق واعاده قطاع مهم جدا بيعمل فيه ملايين. للاسف الشديد في منهم قعدوا في بيوتهم، في منهم للاسف الشديد اتقفلت بيوتهم. مشاهدينا كنا معاكم النهارده، وبشكرك يا ندى. انا معاكم النهارده في يوم جديد على مدار ساعه ونص، نتمنى نكون قدمنا لكم فقرات تنال اعجابكم. غدا يوم جديد، الى اللقاء.